بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده ومختلفه. لعلك تسال عزيزي المشاهد، طب جديده وعرفناها مختلفه ليه؟ اقول لك لان دي مراجعه ليله الامتحان لما قبل مباراه الزمالك وبيراميدز والاهلي ايضا وبيراميدز. فاحنا في امسيه كرويه كلها كوره وكلها فنيات وكلها نعنشه مع ملوك التحليل اللي مشرفينا ومنورينا النهارده في قهوتنا في قهوه فايق. كابتن تامر بدوي. يا كابتن تامر اهلا وسهلا بيك، منور القهوه. يا مساء الفل يا هيما. بركه مالك حبيبي كله وحشني. زي الفل. لو نرحب بالنجم الكبير كابتن عز الذي عاد الينا من جديد. مساء الفل ويرجع. اهلا وسهلا. ليله كلها ليله الامتحان وكلها بيراميدز وكلها بيراميدز. كابتن فايز حبيبي يا من هيما. النجوم. مساء الفل عليك يا هيما. نفذتنا انت دلوقتي حوالين العالم لان احنا خلاص بنخلص على عمر عبد الله. هو فين؟ هو راح فين صحيح؟ مش عارفين بقى هو اختفى في ظروف غامضه. مش عارفين بقى. انا عايز مش بالي كتير يا جماعه. اقول ولا لا؟ عايز جدول الهبوط. جدول اللي تحت. خلونا نرحب بملك الارقام والاحصائيات السيد محمد عماره. ازيك يا عماره؟ ازيك يا هيما؟ بركه يا صاحبي. زي الفل، كله زي الحمد الفل لله. الحمد لله. شابوني وديت عمر فين يا شابوني؟ ما عنده بقى ماتشات مع نهائي كاس وبتاع مسحول. ماشي. نهائي كاس خدت بالك؟ ايوه دي احلى من برافو عليك. بالظبط. برافو عليك. بس انت بتردها له. ملعوب. لا انا ما أصل هو- فاكر لما قعدك بتاع حوالي 3-4 اسابيع الناس بتسال فين؟ ما هي رتب. ما انا عمر برضو قاعد خلي شابوني. بالك، انا في الحلقه بتاعت الهلاوه الزمالكاويه دي انا اقدميه، هي بتمشي هنا اقدميه زي الرتب فبخبط براحتي. في الحلقه الثانيه هنا انا خبطت خبطه مش بتاعتي، هو قديم. طب في الحلقه دي في الحلقه دي لا انا هنا عسكري مستجد. انا جاي من غير سلاح النهارده، مفيش محمد فارس فانا قاعد براحتي. سلميه النهارده. انتوا مشرفين ومنورين النهارده. قعده حلوه وكلام شويه مختلف في الكوره. خلينا نبتدي من عند تامر. تيمو، بتشوف ازاي من وجهه نظرك؟ هاخد منكم عناوين بعد كده نخش على التفاصيل. الزمالك وبيراميدز في ظل معطيات بتقول انه بيراميدز مرتاح جاهز في ظل انه الزمالك كسبان منتشي ومركز. والله هو اولا خلينا نقول ان الموسم ده موسم يفتح النفس شويه، لان من مواسم طويله قوي ما شفناش 3 فرق بينافسوا عندهم فرص في الفوز بالدوري، اهلي زمالك بيراميدز. لكن نرجع لما قبل الموسم ما يبدا يا هيما، ما كانش اي حد اكبر المتفائلين لنادي الزمالك ما كانش يتوقع النجاح اللي فيه نادي الزمالك لغايه دلوقتي، واكبر المتشائمين لبيراميدز ما كانش يتوقع ان نوعا ما الخساره كده بدري بدري دوري ابطال افريقيا، الخساره من في كاس مصر، في امور غامضه شويه في نادي بيراميدز. الزمالك سريعا حاله بصراحه الموسم ده في حاجات جديده مستجده على نادي الزمالك. اولا من بدايه الموسم في انتقادات كبيره جدا بيتعرض ليها مجلس اداره نادي الزمالك والازمات اللي مر بيها على مدار الموسم، منها ارض 6 اكتوبر الى اخره. الانتقادات اللي بيتعرض ليها جون ادوارد السبورت دايركتور بتاع نادي الزمالك بالتعاقدات في لعيبه لا تصلح لنادي الزمالك، اسم نادي الزمالك كبير عليها، ومع ذلك المركب ماشي. الجديد اللي على مجلس اداره نادي الزمالك انه ما غرقش في وسط الانتقادات والموجه لما كانت عاليه عليه في الحته دي، قافل على نفسه، خرجوا بره المشهد تماما والفرقه مكمله. نواحي فنيه بقى كمان يا هيما، في ظل ان الفرقه ماشيه كويس جدا، اولا كتيبه، تحس ان كابتن معتمد جمال عمل كتيبه، اللي هيطلب منه يلعب في اي حته هينفذ ويلتزم بالتعليمات. يعني شفنا فتوح بقى بيلعب 8 اوقات، يعني مثلا لما بيلعب بشحاته بيلعب ب3، تلاقي عبد الله السعيد 8 ناحيه الشمال وفتوح ناحيه اليمين، او العكس فتوح هو اللي يروح 8 ناحيه الشمال وعبد الله ناحيه اليمين. عدي الدباغ مثلا فرود، تعالى هتلعب وينجر في الطرف الشمال، كله بينفذ. طب شويه وهتبدل، يعني خوان بزيرة هو اللي هيروح شمال وانت يا عدي تروح يمين، حاضر. فكله بينفذ. عظيم. في الوقت كمان اللي بيمشي فيه دونجا في نص الموسم، في الوقت اللي بيمشي فيه ناصر ماهر في نص الموسم، فالزمالك حاله بكل المقاييس والمعايير. بيراميدز الناحيه الثانيه زي ما قلت لك كله زي ما بيقولوا الناس كان فاضل له عسكريين ويعلن الحرب بعد التعاقد مع ناصر ماهر وحامد حمدان وناهيك وده فخوري وعنده مجموعه كمان قديمه جامده. حلو قوي. انت فتحت لي اديتني الخيط اللي همشي وراه. عوده فخوري وحاجات من الحاجات الغريبه شويه اللي بيمر بيها بيراميدز، ان كل دي كتيبه نجوم بس مش شايف الاداء المقنع، مش شايف بيراميدز. طبعا مش والله شايف مش شايف الاداء المقنع، مش شايف في حاجات غريبه جدا غلط في بيراميدز. يعني مثلا على سبيل المثال على النواحي الفرديه، بتتكلم على عوده الفخوري، خناقه ما بين الاهلي وما بين بيراميدز، لغايه دلوقتي ما حسيتش ان هو اضافه للفريق، ده واحد. رقم 2 فيستون مايلي،
بعد القنبله اللي ضربها في ملعب الانماء في جده والهاتريك التاريخي قدام اهلي جده، انت بتتكلم على مباراه مثلا من شهر 10 او من شهر 11 من بعديها أيوة. مع بيراميدز، فيستون مايلي ما جابش غير جولين. متخيل في 4 شهور مثلا. طيب فدي حاجات اديني غريبة. عنوان عريض للماتش. عنوان عريض للماتش. يعني ما عنديش عنوان عريض، على قد ما هو الزمالك بياخد الموسم كله ماتش بماتشه، وكأنه بيتعامل ان دي بطولة كاس. كل البطولات بالنسبة له هي بطولة كاس. فشايف ان الواقع مثلا قدام النجوم الكبار اللي هم في بيراميدز، لكن الزمالك النجم هو الفريق. زيزو. طبعا السيزون ده كان غريب شويه بالنسبه للزمالك، انه فتح بان زيزو مشي، وبعدين جه في النص ناصر ماهر مشي ودونجا مشي، وده كان الوقت اللي الفريق غير فيه الطريقه بتاعته بتاعت الشغل، من انه عايز ينافس الناس للاسلوب بتاع ان احنا الاول احنا محتاجين نبص على نفسنا فعلا ونركز على الشغل بتاعنا. فابتدوا مجلس الاداره لاول مره يبقى محطوط في خانه انه محتاج ياخد قرارات رياضيه صحيحه. فانت كل مره كان بيبقى معاك فلوس في السنين اللي فاتت كنت بتاخد قرارات رياضيه غلط كانت بتؤدي الى ان الفريق يروح في اتجاه غلط. انما المره الوحيده اللي انت خدت فيها قرارات عنيفه غير جماهيريه هي كانت المره اللي نجحت فيها. بدون يعني قصد. نعم، معظمها بدون قصد. كلها بدون قصد. بس في النهايه هي كانت اجباريه. لكن تخيل كده، انت لما بعت ناصر ماهر في يناير عشان تجيب فلوس تحطها مكافآت للعيبه، واللعيبه كده كده مرتباتها هتاخدها عاجلا ام اجلا، بس المكافآت اديتك نفس لانك حسست كل لعيب بقيمته، وان انا مش مقهور، ده انا جاي، الناس بتحاول تعمل لي حاجه اهو. فلما باعوا دونجا وناصر ماهر اللي هو يعتبروا كانوا اهم 2 في الفريق بعد اصلا ما زيزو مشي، قرار غير جماهيري بالمره. بس كانت نتيجته ايه؟ نجاح باهر، لان اللعيبه على الاقل انت اشتريتهم كويس، وفي نفس الوقت مع مدرب جامد انت عرفت تمشي الدنيا. كنا هنقول الكلام ده حتى لو الزمالك ما مشيش في نفس السكه، كان خسر المنافسه على الدوري وخسر المنافسه على الكونفدراليه، ولا كان هينتقل؟ ما هو في الاول في الاخر اللي بياخد القرار ده بيدفع دايما نتيجته. فهو لما كل مره كانوا بيشتروا لعيبه كتير قوي مثلا زي مشلاك وغير مشلاك والنوعيه دي من اللعيبه وكانوا بيفشلوا، لو كانوا نجحوا كنا اشدنا بيهم، صح؟ فهي نفس المعادله يعني. فانت لا، الناتج اللي انت شفته في النهايه كان نموذجي، لان معتمد جمال جه قدر يدخل ناشئين، قدر يغير مراكز لعيبه، قدر يقنع الفريق ان هو يكون الاعلى في ال3 فرق على مستوى ان الدفاع احسن دفاع والهجوم اقوى هجوم. يعني احنا بنتكلم على الفريق اللي احنا جايبين النهارده شويه حاجات كده كتير، فمنهم مقارنات لو ممكن نفتحها بين الزمالك وبيراميدز والاهلي عشان استهلاليه كده للكلام. هتلاقي الزمالك عنده الارقام الاميز على المستوى دلوقتي الدفاعي وعلى المستوى الهجومي. انا محتاج افتح انا من عندي عشان النظر بعد اذنك. تقرير مقارنه شامله. طيب انت بتتكلم في ان الاهداف المسجله في اخر 5 ماتشات بيراميدز 9 والزمالك 9، الاهلي 6. المستقبله بيراميدز 6 الزمالك 4 الاهلي 9. فاحنا بنتكلم في ان الارقام لصالح الزمالك بين الثلاثه في ده. الاكس جي الاجمالي بتاع الثلاثه بيراميدز 10 والاهلي 9، الاهلي 8 اسف. الاهلي 8 دول هو مسجل منهم 6 برضه عشان الناس تبقى واخده بالها. اظهروها طيب على الشاشه. الضغط خليهم يظهروها على الشاشه. ما هطلع لنا على الشاشه. الضغط العالي بقى اللي موجود، وده يعتبر واحد من اهم الارقام على سبيل المثال. شايف كده يا زيزو؟ ماشي. انا شايف. احنا بنتكلم في ان بيراميدز احسن فريق بيعمل ضغط، الزمالك اقل فريق بيعمل ضغط. ماشي. فمعتمد جمال عنده طريقه، والطريقه دي مخليها في الارقام اللي هي الخاصه بالاهداف المستقبله والمسجله هي الافضل. طيب تعالوا نبص على الصوره اللي وراها اللي هي المقارنه الهجوميه بقى. احنا بنتكلم على ان بيراميدز شايط 60 ده كده في بناء اللعب والخروج من الخلف، هو ده؟ لا بس عادي يعني ممكن نروح لها مفيش ازمه. لا اجيب لك اللي انت عايزه. هتلاقيها مقارنه هجوميه كده. هتقول لنا كلمه المقارنه الهجوميه، الانتاج التهديفي وجوده الفرص. يا جماعه انت شغال بالاي اي، ما تقدرش تصحوا معايا كده. يلا. احنا هنا بنتكلم في ان بيراميدز بيشوط 60 كوره، الزمالك بيشوط 46، الاهلي شايط 73. مظبوط. تعال نبص على الناتج بقى. ماشي. تخيل من 73 اللي كان رايح بين ال3 خشبات في الاهلي 21 بس، اللي رايح من 46 18، واللي رايح من 60 26. تمام. ففعليا النسب بتاعت بيراميدز والزمالك اعلى من الاهلي، برغم ان الاهلي شايط اكتر بكتير. ايوه.
هتلاقي الاكس جي الاجمالي بتاعه بيراميدز الاعلى، الزمالك الثاني، الاهلي الثالث. الاهداف الفعليه ودي برضه واحده من النقط المهمه، ان من اكس جي من اهداف متوقعه 10 بيراميدز جايب 9، الزمالك من اكس جي 7 جايب 8، جايب اكتر. فالزمالك يعتبر اعلى، بيجيب اكتر من اللي بيروح اكتر من اللي بيروح فاعليه، اكتر من المتوقع، فاعليه اكتر فاعلية أكتر. من المنتظر. فعاليه ونصر ليه دلاله ونصر منسي. ليه دلاله جوده المهاجم. جوده المهاجم. سيب الاسم، جوده المهاجم دي الرقم ده دلالته كده. حلو. هتلاقي بقى حاجه برضو من الحاجات الثانيه ان في صناعه اللعب ناصر ماهر هو اعلى يا واحد. احمد، انت فوتت بتاعت الاهلي عادي كده. الاكس جي بتاع الاهلي جايب الاهداف المتوقعه عنده فين؟ سوري تقريبا 8. جيتا بتاع سجل 6 جايب سجل 6. ايوه يعني العكس. ده رقم كارثي. ما هو ده بيصلح الاداء في اتحاد ده الكورة. رقم كارثي. انا اسف للاهلي، ده رقم كارثي. انت عارف يعني ايه؟ انت الاهداف المتوقعه 7.88 وانت جايب 6، انت جايب اقل. يعني انت سوري، جوده المهاجمين او الذين يحرزون الاهداف سيئه. طب ما هو اصل ده مش كافي على حد يعني. عز بطولة ماشي. الدوري لا بس، صح؟ بس الدوري الفكره انت تاكدتها بنسبه كبيره جدا، عشان انت في شويه بعض الجمهور عنده سيجمنت كده من الجمهور يقول لك لا احنا بنوصل بس بنضيع. لا الرقم ده ما وفي ناس بيقولش ثانيه كده. بتقول لك على فكره الزمالك مش بيلعب كويس قوي زي الله ما ينور انتوا عليك، بتقولوا. دي حاجة تانية. مثلا على سبيل المثال ده هي ماشيه معاكم على سبيل المثال، يعني في حاجات كتير تتقتل بالارقام. ماشي. فدي حاجات منها يعني. هتلاقي حاجه تانية مثلا من الحاجات المعروفه ان ناصر ماهر هو اكتر واحد بيصنع لعب وبيعمل تمريرات تقدميه في بيراميدز، ده اللي هو لعيب الزمالك. أيوة. فدي برضو نقطه من النقط المهمه. عبد الله السعيد في الزمالك ومروان عطيه في الاهلي. يعني لا زيزو ولا تريزيجيه ولا حسين الشحات ولا محمد علي بن رمضان ولا امام عاشور اللي بيقفل التليفون ولا واحد من اللي عاملين دوشه دول هو اللي عنده الارقام المميزه الاساسيه في صناعه اللعب او في صناعه التفوق للاهلي. اللي عمل كده مروان عطيه. بالظبط كده. وعايز اكد، عايز اقول حاجه بس اشرحها عشان الناس ما تفهمش تقول دي ارقام. ما ممكن الشوط على المرمى 60 والكره جايه ضعيفه. الاكس جي بياكد كلام احمد، عشان يقول لك ايه ده شاط 60، ما ممكن ال 60 دول يكون شوطه ضعيفه جدا والحارس مسكها. ماشي. الاكس جي بقى هو اللي بياكد ان كان جوده الشوطه او الاهداف. باشا كل حاجه جايه. انا قصدي بس ان هو عشان الجمهور يفهم، عشان الجمهور عارف هيجي يقول لك ايه انت جايب شويه ارقام يا معلم وبتقولها لنا. انت بتحط لي خط تحت. الله ينور عليك. عظمه عظمه. كمل. افتح الصوره اللي بعدها. اللي بعده. طيب ده الجزء الدفاعي. الجزء الدفاعي الزمالك الافضل، فاحنا قلنا ان الزمالك بيسجل اكتر من اللي بيروح بيه. والزمالك برغم ان هو بيروح عليه 19 كوره هو دخل فيه 13. اشرحها، لازم تشرحها. جوده الدفاع بشكل كبير جدا بيروح عليه، او جوده حارس المرمى كمان. هنا الاكس جي اون جوت، هنا تعرف منها الحارس ولا الدفاع. لكن هنا اللي احمد بيظهره جوده الدفاع بحارس المرمى. طب عايز تبص على الاهلي بقى، خش. 19 دخل فيه من اكس جي اجانس من اهداف متوقعه مستقبله عليه 16 17 كارثه. يعني داخل فيه اكتر من اللي راح عليه. يبقى هنا بقى الرقم ده ليه مدلول اكبر كمان. ايه هو؟ اخطاء دفاعيه كبيره جدا. لا انت عارف يا ابراهيم، يعني انت بتروح بنسب قليله جدا في جون كتير انها تدخل هدف واحرز الهدف. يعني اخطاء حارس مرمى، اخطاء دفاع، اخطاء وسط ملعب. واكبر واحده بقى فيهم واضحه ودي ليها حالات كمان كنت جايبها النهارده ليها علاقه بفقدان الكره واماكن فقدان الكره. الزمالك فقدان الكره عنده في الثلث الدفاعي بتاعه 6%، بيراميدز 9%، الاهلي 12%. 12% من فقدان الكوره بيتم في الثلث الدفاعي بتاعه اصلا. فانت هنا برضو بتتكلم على جوده احصائيه عظيمه. بشكل احصائيه عظيمه يا ابن الله، يعني حلوه بشكل باين جدا يعني. حلوه. وبعدين بتدي لك الانطباع اللي انت شايفه في الملعب، هي بتفسر لك اللي انت شايفه في الملعب. هو الاهلي ليه عنده مشكله في الدفاع؟ ادي الارقام بتقول لك المشكله هي في الدفاع. هو الاهلي عنده ليه مشكله في الهجوم؟ ادي المشكله ايه واضحه اهي. الزمالك ليه متفوق هجوميا؟ ادي اهو يا عم، ده الاهداف المتوقعه هو جايب اكتر منها، والاهداف اللي داخله فيه هو قادر يحافظ على نفسه. وفي الموسم اللي فيه القرارات الرياضيه اتخذت في الزمالك، برغم ان الاهلي برغم ان الاهلي وبيراميدز داخل في موسم انتقالات شتوي عنيف، كسب فيه الاهلي. والاهلي بالمناسبه في الموسم اللي هو خسره ده كان موسم عنده مدير رياضي ولجنه تخطيط ومدير كوره موجود ولجنه سكاوتنج ماسكها واحد ما لعبش كوره، يعني عامل كل الحاجات اللي على الورق الناس كانت كلها بتطالب بيها. الزمالك الناحيه الثانيه هو عمل حاجه واحده بس صح، سلم الملف لبني ادم واحد يدير، لا اكتر ولا اقل.
فدي كانت نتيجه. خش النقطة يا زيزو الإحصائية بس عشان أبروز لك كمان الإحصائية، أنت بتقول أكتر فرقة في الثلاثة بتفقد الكورة في الثلث الدفاعي بتاعها هو الأهلي، مع العلم إنك تحط كمان بقى هو ستيف فريم هو أفضل جول كيبر بيلعب في رجله ما بين الثلاث أندية هو جول النادي الأهلي 100%. مصطفى ما بدأش بيلعب سوري وكان بيلعب إن المدافعين ده كان مشكله شوبير اللي كان بيبدا ماشي بس انا قصدي تقدر السنتر باك لو اتضغط عليه يقدر يرجع له قلبه مطمن، يقدر يرجع للجول كيبر بتاعه. عمار طبعا احنا داخلين مباراه الزمالك وبيراميدز دي على الورق هي المفترض المباراه تبقى 50-50، بس الواقع لاول مره بيقول ان الزمالك هو اللي متصدر، فبيراميدز داخل المباراه وهو اللي مطالب بالفوز اكتر من الزمالك، مش مطالب بحاجه. الزمالك دايما بيخش طول الموسم هو الفريق الاندر دوج، هو الفريق اللي جاي من بعيد، هو الفريق اللي ما عندوش حاجه يخسرها. لا دلوقتي الزمالك اكبر نجاح عمله كابتن معتمد جمال ان الزمالك دلوقتي بقى عنده حاجه يخسرها، الزمالك بقى في نهائي الكونفدراليه، الزمالك بقى متصدر الدوري، فداخل على بيراميدز هو مفترض ان عنده الافضليه، رغم ان على الورق زي ما كان عز بيشرح وزي ما كابتن تامر كان بيتكلم طول الموسم انت بعيد كل البعد ان انت تبقى في المعادله دي. التباين اللي حصل للزمالك في اخر مباراتين تحديدا او ثلاثه ان الاداء كان فيه شويه لوم على كابتن معتمد جمال، ان كابتن معتمد جمال ابتدى يحس ان لا احنا كنا الاول بنلعب من غير خوف، ما عندناش اي حاجه نخسرها، احنا عايزين نحقق حاجات كتير فقافلين على الفرقه وقافلين على نفسنا، فاللعيبه بتبتدي تطلع كل حاجه عندها. هو ابتدى يحس شويه مباراه شباب بلوزداد تحديدا العوده الاداء ما كانش افضل حاجه، والافضليه كانت في مباراه الذهاب هي اللي ادت اللعيبه الاريحيه دي وادت كابتن معتمد الاريحيه دي، بس انت لاول مره بقى عندك شويه خوف ان انا بقى عندي دلوقتي حاجه اخسرها، انا في صداره الترتيب، انا مش عايز افقد الحته دي اللي انا ما كنتش متخيل ان انا اروح لها، في نفس الوقت انا بقيت في نهائي الكونفدراليه اللي انا محتاج اخده جدا، محتاج اضخ فلوس للنادي بالدولار عشان انا محتاج ان انا ارجع تاني انافس ويبقى عندي قدره ماليه ان انا اجيب صفقات وهكذا. النقطه الثانيه ترجمه الكلام اللي بيقوله عز، لو جيت تحسبها منذ قدوم كابتن معتمد جمال في كل المنافسين مين سجل اكتر من عدي الدباغ؟ مش هتلاقي موجود في الثلاث فرق المنافسين، اهلي بيراميدز والزمالك. لا نعلي بالارقام وهنخش عليه بالارقام. لا الزمالك الارقام في الاصل بس هو خلاص ما هو جايب الارقام كلها فخلاص يعني هي كانت واضحه. ماشي. فالقصد ان انما انت كنت جايب معاك ارقام طبعا ماشي. طبعا بس زيزو خلاص يعني مش هنعلي عليه. القصد ان دي نقطه مؤشر كبير واضح لحاله التحول، انت مش بس بتتكلم على ناصر منسي اللي كان جاي من بعيد جدا في بدايه الموسم، اللعيب هيمشي، لعيب ما بيشاركش، للعيب يخش يبقى واحد من اللعيبه المميزه جدا. وفي حاجه ممكن الارقام ما توضحهاش، مباراه الزمالك وبيراميدز في الذهاب في اللي هي قبل المرحله اللي احنا فيها دي اللي هي مباراه 1 مارس اللي الزمالك كسبها 1-0، ناصر منسي عمل دور نموذج للمهاجم اللي بيستلم لوحده، بياخد الطويل لوحده ويطلع اللعيبه اللي حواليه، عمل ربط ما بينه وما بين بيتزيرا وما بين فتوح وما بين حتى محمد السيد اللعيب اللي اتغير ما بين الشوطين، كان هايل وهو اللي ضغط عشان يجيب ضربه الجزاء اللي الزمالك احرز فيها. لو جيت تشوف ارقام ناصر ماهر تاثيرها الهجومي مش هتلاقي ارقامها كويسه خالص، هتلاقي بعيد، ولكن دوره ايه في الفرقه وفي اللي انت تطلع عليه، يبقى اللعيب الوحيد المحطه اللي انت بتطلع عليها، ده دور كبير جدا. فعشان كده مهم قوي ان يبقى في مدير فني عارف قيمه اللعيب اللي معاه. اخيرا الزمالك احنا عارفين مع كابتن معتمد جمال هو فرقه تحولات في المقام الاول، وجود عدي الدباغ جنب ناصر منسي خلى الافضليه شويه ان انت عشان عندك مشكله كبيره في الطلوع بالكوره، الزمالك ما بيتدرجش بالكوره تماما ولا بيعمل بيلد اب، فيبتدي تلعب الكوره العاليه، فبقى عندك ناصر منسي بياخد العالي، عندك عدي الدباغ بيتخانق في العالي برضو، وعندك واحد من اقوى لعيبه التحولات اللي موجوده في الدوري دلوقتي خوان بيزيرا، دايما بينقض على الكوره الثانيه عشان ياخدها، عشان السبرنت بتاعه بمهارته هو بقى دايما عنده افضليه على اي باك او اي خط دفاع. فهي الحسبه المره دي المباراه تاني على عدله كل فريق، الزمالك هيلعب تحولات، بيراميدز اللي معاه الكوره، بس الاختلاف المره دي ان الزمالك دلوقتي بيلعب بشيء من الخوف شويه، مش عايز افقد الصداره، انا عارف ان بيراميدز هو اللي بيطاردني، فهي الحسبه هتبقى تحدي مختلف شويه لكابتن معتمد جمال. طيب هرجع لكابتن فايز ولشابوني بس بعد